سامح وغدا تهجر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير. نلتقي في سهرة الثلاثاء من قناة القرآن الكريم الخامسة، وعلى المباشر وعلى مدار 1 دقيقة لإصلاح ذات البين. نقوم بفك نزاعاتكم، خلافاتكم، وأيضا نقترح عليكم أنجع وأفضل الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نصلح ذات بيننا مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري، ونعرض عليكم القضايا وهي من الواقع، خلافات أسرية أو خلافات أخرى بين أطراف أخرى، ودائما استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. إذا مساءكم سعيد، مرحبا بكم. نرحب بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. السلام عليك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. نجاة، مرحبا. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله الحمد لله، نسأل الله دوام النعم. دوام النعم إن شاء الله. إذن الحلقة الماضية كانت ولا تنازعوا، ربما نصيحة أو رسالة من رسائل فضيلة الدكتور سعيد بويزري، لأننا في الحلقة الماضية توقفنا عند آخر اتصال للسيد عمار من سقهراس. تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسمون العسلامة نوان، أرث ذويلة نوان، والصلح خير. الأخ عمار من سقهراس هو آخر المتصلين في لقائنا السابق ولا تنازعوا. نعم. تحدث الأخ عمار عن مسألة في غاية الأهمية، وهي عدم مراعاة دفتر الشروط في العمران، وعدم مراعاة قواعد صرف المياه وقواعد ما يسمى بشروط العمران أو شروط التهيئة العمرانية. وأن توزيع العقار هو سبب من أسباب الخلافات بين الناس وبين الجيران. صحيح. هذا هو السؤال. نعم. والعقار في الحقيقة يمثل مصدرا مهما في حياة الناس. نعم. والعقار مرشح لزيادة قيمته باستمرار. لذلك تكثر النزاعات حول العقار. وعدم مراعاة الشروط الشرعية والشروط القانونية كالشروط التي نصت عليها قوانين العمران في الجزائر. إصدار قانون في 1987، قانون في 1990، قانون في 2000، في 2001. يعني قوانين تبين سياسة التهيئة العمرانية في الجزائر. نعم. وقد شهد هذا الأمر، يعني أمر التهيئة العمرانية في الجزائر، شهد تطورا ملحوظا من الناحية الفنية، من ناحية التقنين، ولكن ما يتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير نجد في الواقع مخالفات كثيرة، ونجد ألوانا من الخلل. الأخ عمار مما أشار إليه المصالح التقنية التابعة للبلدية، عدم احترام شروط العمران وهكذا. وكاين شرطة العمران يعني في الجانب النظري، الجانب التقنيني، الجانب النظري، الجانب ما يتعلق بالسياسة العمرانية. نعم.
يعني كل هذا في الحقيقة هناك خلل في البداية، يعني بعد الاستقلال وحتى في السبعينيات والثمانينيات، ولكن الآن نشهد تطورا ملحوظا نعم. في هذا المجال. ولكن مما يؤسف له حقيقة حينما نقارن بين النظر والتطبيق. نعم. نقارن بين النصوص القانونية المنظمة للعمران، نعم. لأن هذه النصوص القانونية في الحقيقة من مقاصدها توفير شروط هادئة للتعايش بين المواطنين، لأنه ماهوش ماشي قواطن يعني غدوة ينحوا. نعم. راه هذا عمران يبنيوا عمارات ويبنيوا سكنات وفيلات وهناك خدمات مرافق الكهرباء والغاز وقنوات صرف المياه وهكذا. ولكن أحيانا نلاحظ تناقضا صارخا بين هذه المصالح. يعني مصلحة تروح تدير شغلها بلا ما تخبر المصلحة الأخرى، ثم تأتي المصلحة الأخرى هذه تحفر وهذه تحفر وهذه تحفر، وبعدين حالة من الفوضى في العمران نشهدها. يضاف إلى يعني هناك هيئات رسمية طبعا تقوم بواجباتها، ولكن هناك هيئات أخرى تفرط تماما في هذا الموضوع. تفرط تماما. طبعا لا نعمم الحكم، لا نصدر حكما عاما، وإلا يعني سبحان الله منذ تقريبا 3 أيام في مدينة من المدن كنا نمشيو في المدينة لي تروطوار هذوك اللي لا شيء يعني بدا حوالي 50 سنتيم ثم صار يضيق ويضيق ويضيق حتى انقرض نهائيا. والمارة اللي يمشيو يعني الراجلون والمرة لا يجدون مكانا للسير، فاحتلوا المكان المخصص أو الشارع المخصص للسيارات. وطبعا هذا يعرض الصغار والكبار وكذا لحوادث المرور. هذه الحوادث التي تحصل في الجزائر أكثر من 4000 إنسان يموت سنويا، فضلا عن الإعاقات الكثيرة والخسائر المادية وغيرها. ونزيد العمران، يعني داخل العمران نجد يعني كثير من الحوادث تحصل. السؤال مطروح: أين دور المصالح الرسمية التي تتابع هذا المجال الحيوي في حياة الناس وعنده تأثير سلبي على مستقبل الناس؟ لأن واحد إذا كان داروا عمارات وداروا فيلات وكذا وبعدين يهدموها ما يهدموهاش، والمصالح لابد أن تتدخل في الوقت المناسب. فإذا تأخرت في تدخلها يولي لا جدوى حتى تروح القضية المحكمة وكذا. وبعدين يكون إشكال في التنفيذ، نعود إلى يعني المشكلة من جديد. ولكن أيضا من باب الإنصاف نقول أيضا بعض المواطنين ما عندهم هذه الثقافة نتاع السيفيزم، هذا الحضارة. هذا هو ما في يعني ما يراعي ولا الجانب الشرعي في العمران ولا الجانب القانوني ولا الجانب التربوي والأخلاقي. ولهذه الوهلة الأولى نرى الفوضى دكتور في الشوارع، فوضى عارمة، في المرافق، فوضى عارمة. والحقيقة صورة مخيفة للتخلف. صورة مخيفة. وفي النهاية يعني هذا واقعنا لن يتغير إلى الأحسن إلا بتعاون الجميع. ربي قال: وتعاونوا على البر والتقوى. هكذا لا يمكن يتحقق التعايش بين المواطنين إلا بالحرص على مراعاة الجوانب الشرعية، على الحرص على مراعاة الجوانب القانونية اللي راهي متوفرة جدا، وعلى تحقيق التعايش بين الناس والانسجام والتناغم بين الناس، وتقديم التنازلات الممكنة. لأن اللي عايشين مع بعض لو كان ما تكونش تنازلات، كل واحد ياخذ حقه كاملا، كل اللي عنده قطعة أرض عنده 400 متر ويستغلها تماما، يكون الاصطدام بعدها طبعا تكون اصطدامات وتكون نزاعات وهكذا. وهي نزاعات بعيدة الأثر ما تبقاش في هذا الجيل، يعني تمتد إلى الأجيال القادمة أخرى. وجاب لي ربي أن الجيل اليوم لابد أن يفكر في الجيل القادم كيف يهيئ له أسباب الاستقرار في المستقبل. لذلك يا أخي عمار في الحقيقة مشكلة يعني ذكرتها، مشكلة مهمة جدا. لعلنا نعود إلى هذا الموضوع في حلقة من حلقاتنا. ربي قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يتغير واقعنا إلى أحسن حال إذا تغير نحن إذا غيرنا ما بأنفسنا. دكتور، ربما حتى لا نرث التخلف بالنسبة للأجيال القادمة بحول الله تعالى. إذا نعرض عليكم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني حتى نسهل عليكم عملية الاتصال في هذا المباشر. فاصل ونواصل. أريد التواصل مع برنامج والصلح خير
نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذا كانت هذه الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني. إذا شعار هذا الموسم ولا تنازعوا، وممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. في هذه الحلقة في المرحلة الأولى كان الرد بالنسبة للدكتور سعيد بوزيري لقضية عمار من سقهراس. أما عنوان هذه الحلقة فيرتبط كثيرا بأسباب المشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة ألا وهي الأرحام. عنوان الحلقة وصل الرحم رحمة، هكذا هو عنوان الحلقة. ثم نعود لعرض قضية الهبة، خلاف بين أم أحمد والأخت الكبرى. سنعرض الخلاف في برنامج والصلح خير، ونستقبل المكالمات الهاتفية. فمن أراد أن يعرض قضية خلاف أو نزاع ويبحث عن الصلح في برنامج والصلح خير، فنحن نقول له مرحبا بك ومرحبا بجميع المشاهدين والمشاهدات في برنامج والصلح خير. دكتور، عنوان الحلقة وصل الرحم رحمة. قطع الرحم من الكبائر دكتور، وصلة الرحم باب كبير من أبواب الجنة. ما هي أهمية صلة الرحم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، علما أن معظم المشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة سبب هو قطع للأرحام، وتكاد الأسرة أن تنهار على أفرادها بسبب هذا المشكل العويص والخطير في آن واحد. تفضل دكتور سعيد بوزيري. نعم، لك الفضل. حقيقة وصل الرحم رحمة، إن شئتم قطع الرحم نقمة. قال ربنا في آية القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم. إذن ربنا نص على صلة الرحم وذكرها في الوحي الطاهر الذي يتلى إلى نهاية الحياة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا نص في سنته الطاهرة، وحث أيضا في سنته القولية وفي سنته العملية على ضرورة وصل الأرحام. فمما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. يعني حديث كثيرة ولكن أختار بعضا منها. الرحم معلقة بالعرش، أي بعرش الرحمن. تقول: من وصلني وصله الله. نعم. ومن قطعني قطعه الله. حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. إذن وقفتنا مع هذا الحديث. نعم دكتور. الرحم معلقة بالعرش. يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم مكانة صلة الرحم، مكانة عالية سامقة ربطها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعرش الرحمن جل جلاله. فالمفروض علينا جميعا ما كان له شأن في وحي الله الطاهر أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون له المكانة في قلوبنا وفي أذهاننا، وأن نترجم ذلك عمليا في حياتنا الاجتماعية. الرحم معلقة بالعرش. تقول هنا الخطر: من وصلني وصله الله. هذا وجه مشرق، هذا وجه مضيء لمن اهتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحظى بهذا الدعاء الشريف: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم. حديث آخر يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذيرا، أيضا حديث متفق عليه،
يقول لا يدخل الجنة قاطع، نعم. أي قاطع رحم. قطع رحم. نعم. لا أدري ماذا تساوي الدنيا بالمقارنة إلى الجنة، لا تساوي شيء. الدنيا فانية، فهي قصيرة ولو طال أمدها، نعم. وعمر الإنسان قصير ولو طال أمده، والحياة أقصر من أن نقصرها. فلا بد الإنسان الحاذق، الإنسان الذكي، أن يفكر لما بعد الموت، أن يفكر في الحياة الأبدية. والحياة الأبدية فيها جنة وفيها نار. نعم. ما نزرعه في دار الدنيا نجنيه في دار الآخرة. لابد أن نحول دنيانا إلى مزرعة، ولكن للباقيات الصالحات، للخيرات، للبركات. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا جميعا: لا يدخل الجنة قاطع، أي نعم. قاطع رحم. الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. هناك حديث آخر يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على أمر قد يفكر فيه الإنسان. قد يقول مثلا: أنا إذا وصلوني أصلهم، إذا قطعوني أقاطعهم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ. يعني ما يلزمش تكون هذه عقلية عقلية تجارية، عقلية مكافآت، يعني دونون دونون يعني بعث SMS بعث SMS، زارني نزور وكذا. لا، غلط. ليس الواصل بالمكافئ. سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي، يقول: الصدقة على المسكين صدقة. يعني اللي يتصدق على المسكين تعتبر صدقة. الصدقة على المسكين صدقة. وهي أي الصدقة، وهي على ذي رحم أو ذي الرحم صدقة وصلة في نفس الوقت. يعني درجتان. الصدقة على المسكين صدقة، صاحبها طبعا مأجور. تتمة الحديث: وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. حديث أخرجه الإمام الترمذي. معناه اللي يتصدق على واحد من أقاربه، والأقربون أولى بالمعروف، يتصدق على أحد أقاربه ينال أجرين: ينال أجر الصدقة، وينال الأجر الثاني وهو الصلة، أنه يصل الرحم. الآن أخيرا، ومن لا يتصدق دكتور في بعض الأحيان يقول لك أنا ما نمدش، ما نعاونش دارنا، ما نعطيش دراهم لأمي لأبي لإخوتي لأخي. نعم. كاين بزاف اللي يفكروا هكا دكتور. هذا خلل. نعم. خلل. وربما تجده يعني خارج العائلة يتصدق وإنسان سخي جواد. نعم. احنا نقول بالقبالي يقول لك: وين يفغن لوقام هذه زوير سقات وخام. نعم دكتور. يعني الصدقة مليحة طبعا، ولا ندعو إلى أن تنحصر الصدقات وألوان المعروف داخل الأسرة الواحدة فقط. وقلتها قبل ذلك دكتور يتعدى. في إحدى الحلقات. ولكن واحد كي يبين وجه وأيضا لا تنقطع على العائلة. بارك أيضا. الله فيك. نعم دكتور. والجمع أولى من الترجيح. يعني طبعا أولى للأقارب. إذا كان واحد قريب فقير محتاج فهو أولى بالمعروف. ثم لا يبقى الخير على مستوى الأسرة، ولكن يتعدى حدود الأسرة ليمتد إلى عمق المجتمع. يعني صور صلة الرحم كثيرة. من هذه الصور الزيارات، الزيارات الأسرية. أقول هذا الكلام ونحن في عالم التكنولوجيا، حيث يكتفي الكثير من الناس بالتواصل عن طريق الهاتف أو الفايبر أو هذه الأمور التكنولوجيا التي أسأنا عموما استثمارها، فجلبت لنا الدمار والخراب. في والكثير من الفتن والكثير من المشاكل. لذلك الزيارات مطلوبة جدا. صحيح أن الوقت صعب الآن، وكثرة المشكلات والأزمات وهموم الحياة وصيرورة الحياة ربما هذه تؤخذ، ولكن هذا ليس بعذر. هذا لا يبرر قطع الأرحام. إذن الزيارات هذه صورة من صور التواصل مع الآراء مفروضة علينا دكتور. مفروضة علينا. مفروضة ومظهر آخر وهو التصدق كما قلنا الآن على الفقراء والمحتاجين وكذا، وزيارة المرضى من الأقارب ومن غيرهم. وكذلك الحضور مع الأقارب في الأفراح. لا يكتمل الفرح لغياب أحد. وهنا نفتح قوس خطير. بعض يعني أفراد الأسرة الواحدة
كي تكون العرس ولا تكون مناسبة يدير شونتاج، يقول إذا كان عرضت فلان وفلان أنا ما نحضرش. هذه موجودة. موجودة نعم يعني دكتور. هذا واقع نعم مر. نعم. يعني يحرج صاحب العرس أو صاحب الوليمة، أو ما نروحش لهذيك الوليمة لأنه فلان موجود بارك الله فيك، سيزعجني بارك يعني. الله فيك. ولا نعم. مادام فلان موجود أنا ما نروحش يعني. نعم دكتور. يعني هذا يعني تخلف كبير. تخلف كبير. فضلا عن كونه مخالف للشريعة نعود الإسلامية. نقولوا له السيفيزم نعم دكتور والتحضر. نعم. من الطريق للعقل صحيح العائلي. والله. لا هذه الامور هو الشرع ربي ما خلى ولا شيء، كل شيء الله يبارك له واضح. ولكن هذه هي المأساة دكتور. مأساة حقيقة. لذلك الحضور في الأفراح هذه صورة من صور صلة الرحم، وكذلك مواساة الأقارب والأرحام في الأطراح، يعني في الأحزان. نعم. ذي التقديس بن ورفيق معناتها أيضا حضورهم في الأحزان عند وجود الأمراض ولا مصيبة والعياذ بالله أي شيء، يعني حضورهم هذه كلها من صلة يعتبر الأرحام. تضامن أيضا. نعم. وكذلك طبعا الزيارة في الأعياد هذه مفروضة أيضا بنصوص أخرى، التغافر والتسامح. وأيضا وصورة من صور وصل الأرحام هي التصالح والتسامح. نعم. لأنه كثير المشاكل تقع بين الأرحام، وهذا هو المشكل دكتور. نعم. خاطر نعم. عندهم إما عندهم دراهم مشتركة بيناتهم، ولا عندهم ميراث ولا هبات ولا حدود مشتركة، ولا عندهم دي بونسيون، يعني واحد شيخ كبير عنده بونسيون ولا عجوزة ولا كذا يختلفوا. يعني وجود الخلافات داخل الأسرة نعم. عنده مبررات كثيرة. هنا هذا مبرر آخر نقول لازم تكون صلة الأرحام. نعم. لازم يتحقق التعايش والتناغم والانسجام، ولازم يكون التسامح بين هؤلاء الخصوم. وقد ذكرت يعني بارك الله فيك الآية الافتتاحية: لا خير في كثير من نجواهم نعم. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين ذوي الأرحام هذا أولى ومقدم على غيره، والجمع أولى من الترجيح. نعم. ولأن الخير لابد أن يعم. أعتقد إذا كان حققنا هذه الصور من صلة الأرحام سوف نعيش في رحمة الله عز وجل. نعم. وربنا سينظر إلينا جميعا بعين الرحمن. يكفي أنه اشتق بعض أسمائه من كلمة من الرحم، الرحمن الرحيم، فالجامع للرحمة كلها. نعيش هذه الرحمة وينظر الله عز وجل بعين الرحمة، ونعيش في هذه الدنيا في أمن وفي سلام. نعم دكتور، بارك الله فيك دكتور. شكرا على هذا المدخل. بالنسبة لعنوان الحلقة وصل الرحم رحمة، دكتور في الحلقة الماضية عندما تطرقنا إلى موضوع عرض حالة أولى بالنسبة لموضوع الهبة، وكان العنوان الرجوع في الهبة. أمس على ما أظن دكتور عقدت جلسة صلح مع حفيد الشيخ أحمد الذي عرضنا يعني قضية تاعو في حلقة من حلقات البرنامج، وهذا أيضا فيه قطع للأرحام بين الحفيد والجد. طيب دكتور، ربما كيف كانت أو ما هي المستجدات أو يعني جديد هذه الجلسة التي عقدها دكتور سعيد بوزيري الأمس؟ نعم دكتور. نعم. تفضل. بارك الله فيك. لك الفضل. أولا نبين بعض قواعد العمل أو قواعد التحرك في المجتمع. هناك قضايا كثيرة تحل الحمد لله عن طريق البرنامج مباشرة. نعم. وهذه بشهادات الكثير والحمد لله رب العالمين. وهناك قضايا متنوعة عقارية وقضايا اجتماعية وقضايا كثيرة جدا. نعم. حلت والحمد لله بتوفيق الله أولا وأخيرا. الحمد لله. نقطة أخرى مهمة نذكرها أيضا باش السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات يعرفوا طريقة العمل. كي يكون نزاع يتطلب المعاينة يعني زيارة موقع النزاع أو موطن النزاع، نجتهد في تحقيق ذلك وفق رزنامة مواعيد. والمواعيد كثيرة كما رأيتها قبل قليل. الله يبارك فيك. نعم. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه لا يعني نأخذ في الحسبان عنصر الاستعجال. نعم. عنصر الاستعجال. نعم. هناك قضايا مستعجلة. صحيح. كما نعرفه في الجيرجونس داخل المستشفيات. نعم. قسم الاستعجالات. الأطباء الذين يشرفون على معالجة المرضى هم أدرى بالاستعجالات. نعم. لو كان كل واحد يجي يقول لك أنا مستعجل كارثة. ليس كذلك. هم عندهم كل المعطيات فيقدمون
من يستحق التقديم حسب الظروف الصحية. وكذلك نحن أيضا بالنسبة لقضايا النزاع المختلف تعرض على البرنامج أو تعرض على مستوى مجلس الصلح. نعم. طيب نعم. سيدي، لذلك القضية نتاع الرجوع في الهبة حقيقة كما قلت عرضت في البرنامج، وكان الشيخ أحمد وريتي طبعا في يعني شافوه نعم في الريبورتاج. نعم. والتقيت طبعا به هو شخصيا. نعم. خارج البرنامج، وزرته في البويرة. نعم. وجلست معه واستمعت نعم. إليه. ثم جلست البارحة مع حميد اللي هو نعم. الحفيد. نعم. بحضور مجموعة من ثجمعث. نعم. أولا أحيي ثجمعث بصراحة. ونحن في كل مرة ننادي بأعلى الصوت، نقول نتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يوفق المدن قرانا ومدننا. نعم. وأن يوفق مجتمعنا إلى توفير أسباب الصلح من خلال نعم. تمتين هيئات الصلح في المجتمع، من خلال دعم هيئات الصلح في المجتمع، ومن خلال دعم أيضا رجال الصلح. نعم. رجالات الصلح يعني نعم. من الرجال والنساء. فأحييهم لأنه فعلا جلسنا معهم في مسجد من مساجد البويرة واستمعنا. وحميد طبعا وجدت فيه خيرا كثير والحمد لله. الحمد لله. وجدت فيه خيرا كثيرا واستمعت إلى كلماته الطيبات وإلى حرصه على صلة الرحم. نعم. ويقول الجد مرحبا بك في أي وقت. الحمد لله. وقال أنت اللي ربيتني وأنت اللي وقفت معايا نعم. إلى آخره. فيعني وجدت الخير الكثير من الأخ حميد جزاه الله خيرا. وسيكون هناك خير إن شاء الله تعالى. وطبعا استمعت إلى المعطيات، لأنه نحن في طريقة عمل نستمع إلى جميع المعطيات، لا نستمع إلى طرف واحد. هم يقولوا في المثل، يقول لك القاضي يسمع من زوج. نعم. احنا لسنا قضاة، ولكن في مجال الصلح أيضا لابد أن نستمع للطرفين. وإذا كانت المسألة معروضة على مستوى المحاكم نطلع على الوثائق. طلعت على حكم محكمة الابتدائية وعلى حكم مجلس القضاء في الكور يعني عند الاستئناف، وإلى كذلك قرار المحكمة العليا. اطلعت على الوثائق وعلى عقد الهبة وجميع الوثائق، يعني ربح لي زمن اطلعت على الوثائق واستمعت إليه بحضور هؤلاء جماعة الخير اللي كانوا حاضرين. وحييهم وحيي حميد على حرصه على صلة الرحم. وإن شاء الله سي حميد ما يكون غير الخير، إن شاء الله حبيت الخير ربي يعطيك الخير. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحقق الآمال اللي في ربي ثفرت إن شاء الله. نوفى الخير ضم قرن مثل حميد. أما ذين عن صلة الرحم، أما ذين عن يعني الخير يقصد قولي سار جديس. ماشي ذوين كرن الخير، ذوين يستعرف نس الخير. وان شاء الله ندير الخير. وشي قرا جدي مرحبا بك الى سلامك في كل وقت. وانت كيف سي جايز سوى الخير. ولكن ادير ثغري علين اوها ربي ثمستنا الارحام ثعنيك يا قالن ثعنيك يمولان ماشي كان سقيوت الجهه الى كان ملان. معنى مساله صله الرحم وكذا هذا امر مطلوب من الجميع. نعم. ولا بد أن يتعاون الجميع من أجل تمثله واقعيا. نعم. وبالنسبة لجماعة الخير يعني يقفذني الخير قدشن في الخير أصني في ربي الخير وانت خير. أكتفي بهذا وإن شاء الله ما زال الخير قدامي إن شاء الله. إن شاء الله يكون الخير ويكون الصلح. وأهمية برنامج والصلح خير وعلى المباشر هي في التسامح والتصافح وإصلاح ذات البين فيما بيننا. أذكر بالأرقام الهاتفية 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213 شعار هذا الموسم. أذكر دائما ولا تنازعوا. إذن في هذه الحلقة نتواصل معكم من خلال موضوع الهبة. مشكلات كثيرة تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة. السبب ليس في الهبة، ولكن السبب هو الخلاف بين أفراد الأسرة الواحدة من أجل هذه الهبة التي ذكر مقاصدها فضيلة الدكتور سعيد بويزري في الحلقات الماضية، وبعض المعاني للهبة والحكمة من تشريع الهبة. الآن نعرض عليكم قضية أحمد، هذه المرأة التي تعيش خلاف بينها وبين الأخت الكبرى. الخلاف بدأ منذ أن وهبت الجدة قبل وفاتها منزلا كبيرا للذكور والإناث، ولكن في آخر المطاف الأخت الكبرى استولت على
المنزل وقصة هذه القضية وهذا الخلاف. نستمع ونشاهد هذا الروبورتاج، وكنا قد زرنا السيدة أحمد في بيتها، ليس بيتا ولكن دكانا. تابعوا معنا. أنت الراحم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. السيدة أحمد، الآن رانا في المتجر تاع الزوج تاعك اللي راكي عايشة فيه منذ 11 سنة. قبل 11 سنة كنت عايشة في بيت كبيرة تاع الجدة اللي وهبتها للبنات والأولاد، 5 ذكورة و3 بنات. وبدأ المشكل من الأخت الكبرى اللي سيطرت على هذا المنزل. كيفاش تقدري تفسري لنا المراحل تاع هذه السيطرة اللي تسيطرت عليها الأخت الكبرى؟ هذه أختي الكبيرة ربي يهديها إن شاء الله. آمين. ربي يهديني، ربي أختي برك. اسمها ماذا بيا كان جات شافتني وين راني، شافتني جات ديجا. ماذا بيا تحن علينا برك، تعطينا واش كتبتنا جدتي الله يرحمها. واش كتبت لكم جدتكم الله يرحمها باش يفهموا المشاهدين؟ اسمها جدتي دارتها هيبة، هاد اسمها الدار دارتها هيبة، 5 بنات و3 ذكورة. دارت هبه في حياتها؟ في حياتها مدام. ومن بعد اسمها جا خوتي ما اسمها باعوا اللي اسمها ذكورة، باعوا الأسهم تاعهم تاعهم. وجا اسمها هذا اللي شرا جا باش يهدن الدار. قبل اسمها مازال ما عندوش اسمها العقد تاع الدار، اسمها بعد هو دفع دراهمو صاي خلصهم. وجات من الاول ما قالت والو، ومن بعد جات دارتنا مشكل. قلت ماذا بيا خرج منا، دارت مشكل ربي يهديها. اللي دارتو ربي هو عالم. الأخت تاعكم ما حبتكمش كي بعتوا الأسهم؟ ما حبش نبيع. وشنو هو السبب؟ ما فهمناش مدام واش هاد السبب. الراجل ما بي اللي شرا ما بيه والو، ما عنده كانش مشكل. راجل اسمه ما عندنا واش نقولوا فيه، عاقل وراجل اسمه. قلنا له ماش كاين، قالت لك ربي وعاد ما حبيتش هذا الراجل. قلنا لها واش حبيتي مدام، واش حبيتي يا اختي؟ قالت لنا ماذا بيا نبيعوها كيما راهي. وحنا ما سبحان الله ما حبيناش نبيعو. من بعد درنا كوراج قلنا يلا نبيعوها. كي اسمها رميناها في البيع، كي نكتبوا اسمها الكتيبه باللي هذا الدار تاع البيع جيت فاسي اسمها من الصباح تنحي هذيك نيميرو تاع تليفون. كيفاش قالت لكم بيعوها بعد ما حطيتوا البيت للبيع، ولا تجي ما تحبش كي رايحين تبيعوها؟ وراه المشكل داك ما فهمناش هذا المشكل كيفاه. ما فهم البيع ما حبش تعطينا واش اسمها واش صحنا من عند الله يرحمها جداتي. ما حبتش. جداتك يمت باباك؟ بابا الله يرحمها الله يرحمها. وتحبنا هذا ما عندها غير بابا، عندها بابا وعمتي واسمها بابادنا. عمتي ما عندهاش دريه ودارت اسمها دارتها لنا رهيبه. وانا كنت فيها، ولادي الصغار كانوا يقراو فيها كلش. اسمها كي خرجت منها قلت اسمها قامات ولا هكذا عام ولا عامين راني نبني اسمها وندي ولادي. اسمها جيتي ما صحت لي شرا. وعلاش خرجت؟ باش يسمع الراجل يبني اللي شرا. كي وليت جيت باش انا نبني لقيت دارت وليدات ما نقدروا ندخلوا ولا ما نقدروش ندخلوا لديك الدار. غلقت عليكم؟ غلقت كلش. والان شكون ساكن في هذيك الدار؟ وليدها هو تما في الدار. طيب سيدة أحمد، هذه أختك الكبيرة تتزاوروا مع بعض، تشوفوا بعضكم، ما زلت العلاقة تاع الأرحام بيناتكم ولا لا؟ لا، عندنا شحال 4 سنين ولا 5 سنين ما شفناها. قالها خويا الكبير اسمها هي اللي رباتو خويا، قالها ماذا بيا غير في العيود نشوف. قالت له حتى في العيود ماذا بيا ما تجيش، ما تدخل داري ابدا. ما قدرناش يسمانا كيفاش نروحوا لها. هي ما تخرج ما تجي، حنا ما قدر اسمها كي نطقطقوا عليها ما تحلناش الباب. وهذه القضية حطيتوها في الشرع ولا مازالكم خلاف عائلي وفقط؟ حطيناها في الشرع مدام، حطيناها في الشرع وطولت.
طيب سيدة أحمد، قلت لي قبل قليل وليدك راهو الآن في عمره 27 سنة، راح هاجر لفرنسا على جال هذا المشكل. تقدري تحكي لنا شوية كيفاش حتى راح؟ يا مسكين والله هذاك الطفل منين راح هذاك الطفل؟ راني كي مهبوله، عندي 10 سنين باش جبت هذا الطفل، قريته عاقل والطفل مبس بيه. ما كيروح باش تما في الحومه، هو ناض تما في هذيك الحومه باش يدخل باش يصلي، ولا يدخل يدير سما يبدل حوايجو خلقوا عليه. كي شافني توجو كان سما هو يراجع باش يعقب الباك، وانا هذه وانا نشوف كي يعود يقرا في يدير سما ما عنده لا طابله لا حاجه، ما عنديش الوسع، ما عنديش سما وين يعود يراجع وليدي. كي جاب الحمد لله يا ربي جاب الباك وخرج كلش، حط قواعد وخرج. قال لي ما راني رايح لفرنسا على جالك ندير لك التاويل ما نخليكش مغبونه. وراه يتصل بك راكي اتصل بيا بصح لا غالب، بصح مسكينه مازال عنده عام ونسكي راح من سنه مرة بدا مازال يخدم والكرا على بالك الخارج كيفاه. الليل نبكي الصباح نبكي، الا ما هضرتش معاه النهار راني كي المهبوله. طيب سيدة أحمد، رغم واش دارت أختكم الكبيرة، سيطرت على البيت تاع الجدة ربي يرحمها، تحبي اختك ولا تحسي هكا بالالم؟ نموت على اختي، لو كان ولات لينا اختي والله يا ربي تحنا غير الباب نسمح لها كلش اللي عقب عليا ان شاء الله. يا اختي العزيزه، يا اختي غير حلينا الباب ولا خلينا هذا المشكل برك. راني ندعي الليل ونهار يقول لك مولا بيتي، توجور راني مع القران والصلاه، والنص في نص الليل وانا راني مع الدعاء. يا ربي يا ربي يهديها، هدي اختي يا ربي، لا اله الا انت سبحان الله اني كنت من الظالمين. قلت له يا ربي يا اختي يا اختي يا ربي يهديك ربي، خلينا برك نشوف السمش تاع رب العالمين، ندير بيت برك نعود تما. ما حبيتيش نبيعو باش نشري بعيد، ما خليتيني نبني باش نعيش، خليتيني تشغل وقتاش يا ربي. هذا الشيء 11 سنه وانا هنايا، ما قلتيش اختي بلي راه شرت وين راني. وحاشاك تاني تزيقو تحت هنايا ساعه ساعه يطرد قران لا تشوفي اسمها والمشاكل. اسمها الدار هنا تاع ورات الحانوت ماشي ليا، ها مولا بيتي خواتاتو معاه، كون حب ربي ما نقعدش هنايا. طيب سيدة أحمد، بعد ما استمعنا للقضية تاعك، الخلاف إن شاء الله يكون الصلح، ولكن واش تطلبي من برنامج والصلح خير بعد عرض هذه الحالة؟ إلا حلتنا الباب ماذا بينا الصلح، إلا ما حبش ربي يهديها، ماذا بينا إلا ما حلتناش الباب ربي ماذا بينا تعطونا واش كتبت لنا جدات. هذا ما كان. قلبك يصفو سامح. إذا كانت هذه قضية أحمد، وكما قالت أحمد أختها الكبيرة سيطرت على المنزل، ولكن أختي حنينة. هي معادلة صعبة للفهم ربما في برنامج الصلح خير، ولكن كنا قد تحدثنا في بداية البرنامج عن صلة الرحم. ربما فضيلة الدكتور سعيد بوزري يحاول أن يساعدنا على فهم هذه القضية بالنسبة لهذا الخلاف من جراء هبة الجدة لمنزل كبير للأبناء والبنات. فضيلة الدكتور، بعد مشاهدة هذه الحالة، أحمد تقول تمت السيطرة على البيت من طرف الأخت الكبرى، فيه قطع للأرحام، يحبوا يزوروها ما تحبش تزورهم، في الأعياد ما تحبش تستقبلهم، وعين أحمد ما حبستش من الدموع والبكاء، وتقول أختي حنينة، والله غير أختي حنينة. الله يبارك دكتور، في الحقيقة أبدأ من حيث انتهت. نعم. كي قالت أختي حنينة، نعم. نفهم من هذا الكلام أمورا مهمة. الأمر الأول أن الحنان هو سر الحياة. ربي قال في القرآن قد منح الحنان للنبيين والمرسلين، منح الحنان للأنبياء والمرسلين. نعم. بهذا الحنان نعم. استطاعوا أن يبلغوا الرسالة وأن يصبروا على أذى الأقوام. نعم. وحنانا من لدنا كما قال القرآن الكريم. لذلك أختها حنينة هكذا تقول. نعم. الأمر الثاني الذي نفهمه من كلامها أنه إذا كان ما كانش حنان بين أفراد الأسرة يكون هناك الطغيان.
يكون هناك الطغيان. وأحيانا الإنسان عنده حنان صحيح، ولكن لأسباب أخرى، إما أولاده، لا لأسباب أخرى، الطمع ولا شيء من هذا القبيل، يولي يضيع لديه الميزان. فإذا ضيع الميزان الحقوق وقطعت الأرحام وحصل الدمار والخراب داخل الأسرة. لذلك نقول هذه هذا عقد هبة. وعقد الهبة لابد أن يحترم. مادام المستفيدون من الهبة 5 بنات مع 3 أبناء، لا يصح هناك مكالمة. هناك اتصال دكتور، يقول سعيد ومن معه في العارضة التقنية حسين من العاصمة. نستقبل أول اتصال في حلقة وصل الرحم رحمة. السلام عليكم أخي حسين. حسين من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيدي الكريم في برنامج والصلح خير، ونحن نتحدث ونناقش موضوع الأرحام، وصل الرحم رحمة. هل لديك قضية أو ربما تدخل في إطار هذه الحلقة؟ تفضل سيد حسين. الله يبارك فيكم. الحسين من البوليدة على كل حال. من البوليدة. من البوليدة، معذرة. الله يسلمك. الله يسلمك. حسين من البوليدة، معذرة. تفضل سيد حسين. الله يبارك فيكم الأخت الفاضلة دكتور سعيد بويزري حفظكم الله تعالى. الله يبارك فيكم. سزورا الهضره شي تصدق قبيلي يمكن ربما تفهم من التصبيد ونفهم راه تعرف. تفضل. سزورا ديني هاد الشكر الحصه يقنون اللي خدم الدكتور سعيد بويزري راه تنقر في قبيلي هذه السطور بخقاضن ذي جبارن تلقي ديوث الحصه يخدم يقسع ننفع ذا القران يكتصوض لنا القفصي والداني ربما 48 ولايه كيف ربي مفوز صغورس. نعم. او فانا ربي اي جينيس المرض يمدن فيك لياكين او فانا ربي تيدجل يويض اتي المدن. نعم. لكن قرضي في قبيلي في جديث هذه كسر ربي ما يخقضن ذي جبارا في رشكاتين في غرسين تغلب ثوت اكن قرضي في قبيلي. لمروي السين مزيدا من مثل هذه الحصص في القناة القرآن وفي القناة الوطنية. نعم. الموضوع كما الشيخ سعيد يبغي يعطيكم ساعة صلة الرحم. أما كنت زوارض سوا ورد قصة تساممت يقال ربي القرآن الكريم أما كنت زوارض فهل عسيتم إن توليتم أن تقطعوا أرحامكم. أما كنقرأ علماء اللغة زيادة المبنى زيادة المعنى. ودي نرى ربي سبحانه أن تقطعوا أرحامكم ولكن تقطعوا. يمكن الظرني مثلا القيمة العلاقات الاجتماعية التواشلين كيما تيري تواشد تشد مليح بيان سودي سوليداريتي كنقرأ تروميس علاقات أسرية متينة مبنية على الحق والعدل والتراحم والتكافل. نعم. ولم شاديك ولا شاديك وضوم أكن نقرر قبيلي. نعم. أفيدي نقارن كوني في المثل تقبيليس أفو سيفوس وريك تمر في الماء. نعم. وكين يون وسيول أنسيول كي تواشولين شرب بنت يلو منه. اما مثلا اما ذي تواشلت اما ذي القريه اما ذي الدارت اما عاد عند الله. نعم. ربي مدينا والصلح خير. على خاطر تحوصفن اذا كيعجب. نعم. وزمير ضرب فض يوث الفلسفه من غير والصلح خير. نعم. من نوع مثلا تواشلت من نوع عقالا ما ينوع المجتمع. او فانا ربي اد سكرن ذي المجتمع كي يخقضن أري خدم كيف فوتينا كي المجتمع. نعم. أفيكي القرية القبيلية المثول دو نوتر كولتور كابيل. نعم. أفو سيفوس وريك زمارة في الماضي. ما يلو من نوع ماشي العيب، ليس عيبا. ليس عيبا. ليس عيبا أن نخطئ في نعم. بعضنا البعض. ليس عيبا أن تكون بعض المشاكل في المجتمع ولا في الأسرة وبين الأزواج في العائلة. ليس عيب. ولكن العيب أن يستمر الخلاف والاختلاف. لأن الله تعالى على مستوى المجتمع يقول في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بريحكم واصبروا.
اوفانا ربي غنصبر ايوا والو، اوفانا ربي زيد نقرا هي والو يلزم صله الرحم. نعم. ولكن ما إلا النفيد الا قد ان استغفر انا الرضا فيرك نقارن. دونك واقيم اكثي واشولين السيولا كي واشولين ندير لهم منو اما اللي تواشول تما قروات مثلا اما اللي تدار اما ذك بذروم اما اللي تدار اما اللي عرش. بارك الله فيك سي ليس عيبا ان نخطئ، ولكن الاستمرار في الخطا هذا عيب. هو العيب. يقرن العلماء نعم. فلسنيا فوربين لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم. المصر على الخطأ هذا عيب. إذا ربي فكير بالدواء. الدواء ذك قوال ربي يتزور ما كن ينحفظ في لك الشيخ سعيد نقر في تقبايليس فيقد نسو ربا السيفن الخير ويسعى يذمن. بارك الله فيك سي يعني حسين. حينما نعم. نتصالح. نعم الأخت نجد. نعم. نعم. بارك الله فيك. الله يبارك السيفن الخير ويسعى يذمن. نقر في تقبايليس. نعم. وين يتجان يجنجان. يجنجان ويقولها دكتور. ذا شو ما تخسر ذا يمذان ما إلا تغارض القماش. ذا شو ما تخسر أثناء شاف خسرت واشود ما إلا مسوغالن. نعم. واللي خسر ولكن ذي الفايدة يتواشولت ذي الهنا يتواشولت يمكن يون ذي فدرت النهار في الأشياء فوربيا الناس المطوزي السفنة رحمة ربك ندبضن الناس هنيينك ومن بعد سهني أريلين ساقي ذي قبيلي معروف من درجة المطوز أسرعنا فهني. شكرا سيد حسين. وكيف كتير المعنى نسميه تلاميذ جمعية العلماء. نعم. بارك الله فيك. هنيينك أوفنا ربي أين اللان أكن نقار أمس سيني فسن وما دي سير دوا كل يدين إحداهما تغسل الأخرى. نعم. بارك الله فيك. أين دجاني في قبيليس. شكرا. شكرا على هذه المعاني. والاستمداد من الشرع أين خدمني مغار منا أين يغد الجان أين اللان ذي شرع ربي سبحانه عز وجل. نعم. نورمالمون نكون أسعد الناس. نعم. من المفروض. نعم. تشمر الانترنت نسواليهم أهل الكفر يعيشون معيشة ضنكا باعترافاتهم. وسيتي ان اكزومبل لا رابيز فرونسيز مثلا ديامز سنيك تبغى كلش ولكن وكش تبغى يوث الحاجة غلايا وهي السعادة. إذا أوفانا ربي وكنا تجاوب الشيخ سعيد مشكورا ومأجورا. بارك الله فيك. الأخت نجاة. شكرا. كل طاقم الحصة. شكرا. مزيدا من مثل هذه الحصص. إن شاء الله. أو نفكر ربي ما تفوز هذيك ربي أو نسمع ربي زرع عن الشيخ السعيدين تزرع بارك الله فيك. في المجتمع. بارك الله فيك. ربي ما وليك ذي الفايدة هذيك ربي مزانا. نشكرك سيد حسين. إن شاء الله زف ربي هذا مصالحنا ذو غدا. شكرا جزيلا وعانكم الله. بارك الله فيك. شكرا سيد حسين من البليدة على كل هذه المعاني الدقيقة والواضحة، وهو يتحدث عن صلة الرحم، وقد قدم أمثلة عديدة من خلال أول تدخل في برنامج والصلح خير. شكرا حسين من البليدة. نأخذ اتصال من ولاية بتنا. السيدة وردة، هل هي ما زالت على ألو. السلام عليكم وردة. وعليكم السلام. مرحبا بك وردة في برنامج والصلح خير. نعم. واش راكي لاباس بخير؟ الحمد لله سيدة وردة، واش راكي انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. عندك قضية وردة أو انشغال؟ اتصال هذا بصير الرحم. احنا عندنا خويا عيينا حاولنا بطريقة حاولنا العائلة الكل. خوك بتاع الحديد ما يخليناش ندخلوا الحوش نتاع بابا. وعندي واحد ثاني ما نتصل به ما يشتيوش نتصل به معيط. رحت للسبيطار دار العمليه. المهم درت المستحيل وحاوز العائله كل ما لقيناش كيفاه نديروا له. وردة شحال انتم خوا وخواتات؟ احنا 5 بنات 5 دراري و4 بنات. 5 دراري و4 بنات. ويعني حاوزكم ردكم كامل، وشنو هو السبب؟ كامل. اختي الكبيره خلاص في السبعينات. نعم. قال لها ما تدخليش الدار، لو كان دخل الدار شي اتجاهنا ما بغيتكش. نعم. السبب وزيد الدار نتاعنا. بغيت فوق السما الشيخ ما تقدرش تعطيني الرقم تاع الشيخ ندير من بعد نهضر معاه نفهم شوي الشيخ هذا. اسمحي لي وردة، وشنو هو السبب اللي يخلي كامل العائلة تاعو خوته وخواتته يقفل عليهم الباب من الحديد وما يحبش يستقبلهم؟ أكيد في سبب.
السبب واش هو السبب عائلي بغيت نسمع. ما حبيتيش تتكلمي على المباشر. طيب سيدة وردة، إذا كان أمامك يعني ابنك ولا، خلي رقم التليفون تاعك سيتصل بك الدكتور بعد نهاية البرنامج. لا تسهري وردة. كيف نمدو؟ بغيت تسر كيف نمدو هنا دوك؟ لا أعطي له رقم التليفون. ما احنا ما نسمعوكش، يسمعوك التقنيين اللي يكتبوا الرقم. 06 06 سعيد اقطع المكالمة على المباشر وخذ رقم التليفون نتاعها. نعم، وسنتصل بك سيدة وردة من باتنا. دكتور، شفت الأرحام؟ قال لك دار باب من الحديد وما يخلي حتى واحد يجي، أخته الكبيرة 70 سنة ما يحبش يشوفها. الله أكبر، الله أكبر. نكمل إذن مع مع أحمد أحمد. نعم، ثم نعود إلى حسين ووردة من باتنا. نعم. طيب إذن أحمد، أقول شيء محزن جدا. الجدة وهبت نعم ل5 بنات و3 أبناء. 3 أبناء. نعم. الشرع يلزمكم باحترام إرادة الجدة. نعم. هي إرادتها ترجمتها عمليا في الوثيقة، وثيقة الهبة الرسمية. نعم، وجدة هي أم الوالد تاعهم. نعم، أم الوالد يعني من جهة الأب. نعم، من جهة الأب. ومن ثم لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا عرفا بجميع المقاييس أن نضرب بعرض الحائط بإرادة الجدة. نعم، هذه رقم 1. أولا هذا الحكم الشرعي. نعم. معناه، ودائما نذكر سادتي الأفاضل بقوله تعالى في سورة الجاثية في الآية 18 بيقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. نعم. ورب قال في سورة النساء قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صار خلاف. نعم. ولكن كنرجعوا للشريعة نلقاو بلي هذو عندهم كامل حق في هذه الهبة. نعم. لا يجوز للأخت الكبرى أن تستحوذ بمفردها على هذا المسكن الكبير بمفردها. هذا أمر لا يصح. أعود الآية في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك مكالمة. نعم، محمد من لغوات. السلام عليكم. محمد من لغوات، ربما انقطعت المكالمة. هكذا سعيد، حاول أن تتصل محمد من لغوات. دكتور، قلت وسلموا تسليما بالنسبة لأم أحمد. نعم، نذكر بهذه الآية الكريمة في سورة النساء الآية 65. نعم. وكأنني أقول يعني أؤكد ما قاله أخي الفاضل الأستاذ حسين. نعم. كي قال: ليس عيبا أن يختلف الناس. نعم. هذا القرآن نزل والله أدرى بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان بها إلا بهذه الشروط حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجرة يعني والشجر قد وقع بين جميع الخلق، وقع بين الصحابة وبين التابعين وتابعين بإحسان هكذا إلى يوم الدين. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهنا تمحيص للإيمان، وهنا اختبار للإيمان. بصراحة يعني الإيمان والتقوى وهذه الأمور كلها، يعني أي واحد يقدر يدعي ما يشاء، يقول عندي إيمان 100% وعندي التقوى نخاف ربي سواسوا هكذا. ولكن متى يمتحن الإنسان؟ في الحقيقة العكس، في الواقع. نعم. يعني التمحيص، المحك هو الواقع. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، باش يشوف شكون الذي يستجيب لحكم الشريعة. نعم. إذا كان واحد يصلي ويصوم ربما حج بيت وكذا، ولكن كي يكون هو طرف في النزاع ما يقبلش الحق. نعم. أو يعتقد أن الحق، كل الحق هو الذي يراه هو. نعم. ولا يقبل الآخر، يلغي الآخر، يقصي الآخر تماما. وهذه في الحقيقة يعني كان بعض الناس يحتاجون إلى معالجة نفسية. نعم. قبل أن نتحدث عن الفتوى الشرعية لابد من الضبط النفسي للمشاعر. يعني هناك خلل، لأنه أكيد في خلل. نعم. أكيد، لأنه ربي قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. زيد: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأن الإنسان قد يطبق حكم الشريعة ولكن لا يرضى به داخليا. نعم. إذن تخلف الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بلا إشكال في التنفيذ. لذلك نقول لك يا أختي وردة، وأنت راكي تنادي لصلة الرحم وراكي قلب نتاعك مجروح كما قلوب الآخرين أيضا مجروحة،
أنا ندير النداء الأول للأخت الكبرى نعم. التي استولت على هذا المسكن. نعم. قلها يا أختي الله يحفظك، هذا لا يجوز لك شرعا. وكأنه نداء دكتور. نعم. نعم. والأمر الثاني، أختك أم محمد تنادي إلى الصلح. الصلح. نعم. نرجو أن تستقبلي هذا النداء بصدر رحب وبطيب نفس. نعم. قبلي هي تقول كما ذكرنا الآن الأخ حسين جزاه الله خير بقوله تعالى والصلح خير. ربي يقول الصلح خير. نعم. علاش تستمروا في هذا النزاع إلى الأبد؟ يعني قطع الأرحام. نعم. سنوات طويلة والأرحام مقطوعة والذنب راه موجود، وليدها ترك البيت والآثار جانبية. نعم. هذه وآثار نعم. أخرى نتجت عن هذه المشكلة. لذلك باش يلتم ويجتمع شمل الأسرة لا بد من الاستجابة لهذا النداء. نعم. ونقول لك يا أختي التزام من البرنامج إن شاء الله تقبل الأخت الكبرى باش نتدخل في هذا الموضوع إن شاء الله، سواء من قبلنا أو من قبل غيرنا، لأنه نعم. الصلح هذا ربي سبحانه هو اللي يسره. نعم. ربي سبحانه هو الذي ييسر، ولكن النية معقودة إن شاء الله، والإرادة قوية من أجل إصلاح ذات البين. وإن شاء الله تستجيب هذا النداء وتفرى هذه المشكلة بيناتكم. إذا حبيتوا تبيعوهم بعد برضا الجميع المعتبر، نعم. تبيعوه وتقتسموا المبلغ المالي بطريقة شرعية، وكل واحد يشري وين يحب. هذا أمر مقبول. نعم. ولا بد أن يخضع ذلك كله للمشورة فيما بينكم، وربنا يقول في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم. نعم. دكتور، إذن قبل أن نمر للنظر في تدخل سيد حسين من البليدة، قضية مريم من العاصمة دكتور. نعم. تقول مات والدي منذ 10 سنوات، استحوذ الأخ الأكبر على منحة والدتي مبررا ذلك بكونها تعيش معه وينفق عليها ويمنعها من التصرف في منحتها، ويتوعدنا هذا الأخ من المطالبة بأي مبلغ من منحة الوالد. نعم. استحوذ أيضا هذا أخ مريم من العاصمة. تفضل دكتور. نعم. لك الفضل. يعني عودنا مرة أخرى إلى مشكلة. نعم. مشكلة الاستحواذ. أولا يعني وش بهم الكبار هذون يعني. نعم. الكبير تلقاه يا محقور يا حقار دكتور. سبحان الله. يعني واحد كبير المفروض كل ما نعم. الإنسان يكبر نعم. المفروض يكبر في العقل. المفروض يكبر في العقل. وزايد دراهي الآخرة أمامه، يعني كل ما طبعا نعم. الموت قريبة للصغير الكبير. نعم. ولكن الإنسان لازم يفكر في الآخرة جدا وما يفوتوش. يعني إذا فاته هذا التفكير نسأل الله حسن الخاتمة. نعم دكتور. نقول يا أختي مريم، أولا من ناحية الشرعية والقانونية نعم. لا يجوز الاستيلاء على منحة الوالدة. نعم. نكرر باستمرار. لا بونسيون هذيك المنحة نتاع الوالدة نتاعها. أبونسيونيست تاغث مغارث وين ينس وحدس، وخاصة كي تكون عايشة دكتور. عايشة الحق في التصرف في هذه المنحة. الشرع والقانون نعم. منحوا هذه المنحة لها. نعم. إذن ولا واحد من الأولاد عنده الحق مهما كانت المبررات نعم. باش ياخذ هذه المنحة. إما ياخذها لأنه هو اللي جري عليها، خاطر كاين بعض الأولاد يقول لك أنا اللي جريت عليها. جريت ورحت البوسطة ورحت الإدارة ودرت فوتوكوبي وبقيت للشمس كما قال مرة واحد، قال أنا بقيت لاشين، درت لاشين للشمس. نعم. ودروك تاخذ مني دراهم. يا ولدي دروك اللي دار لاشين أولا عندك أجر، ثم هذا واجب. نعم. يما كان هي تروح ولا جداك ولا هي تروح تتكرر هذه العقلية. أنا جريت أنا صرفت أنا درت. لذلك العقليات هذه يعني في الوسط العائلي جهاز الاستقبال كي يكون في خلل. نعم. جهاز الإرسال كي يكون قوي وسليم، ولكن جهاز استقبال ضعيف مشكلة. درك الآن واحد نتحدث. نعم. إذا واحد عنده تلفزيون خسران نعم. ما عندوش حق يقول من عندهم. نعرفوا هذه العبارة، يقول لك من عندهم. نعم دكتور. يعني من مركز البث. هي البث يا أخي الآن يبث البرنامج على المباشر. نعم. إذا واحد خسر التلفزيون تاعو يسقم التلفزيون تاعو. نعم. من عندك أنت تصلح. هذا ما كان. أنت ما يحاولش بعد المسؤول يقول لا ماشي من عندي من عندهم. نعم. الآن علاش قلت هذا الكلام؟ باش نأكد على جهاز الاستقبال لدينا جميعا. نعم. إذا كان جهاز الاستقبال عندنا سليم في قلبنا في نفوسنا في عقولنا نستقبل النصوص براحة. نعم. ربي قال ربي قال. نعم. لقينا بزاف ناس فلاحين وناس يعني ما نقشوش. والله غير
قدموا أروع الأمثلة نعم. للامتثال لحكم النص القرآني أو السنة النبوية بشكل ممتاز وبديع. بمجرد قضايا، أنا قلت لك في أكثر من مرة نجاة، وأقول هذا على المباشر. نعم. أحيانا عدد الاستقبالات 70 واحد في اليوم، يعني نعم. أقول بعض الأرقام باش الإخوة والأخوات اللي ما لقاوش فرصة يفهموا. 70 موعد في اليوم الواحد. الله يعينك دكتور. أحيانا والله غير أكثر من ذلك وبكثير. وكما نقول لك ما لزمني حتى واحد باش نحلف. نعم. أحيانا يكون أقل من ذلك بقليل. يعني أحيانا بعض الفلاحين هكذا وبعض الناس عاديين يعني تماما يجي 5 دقائق تفرها. نعم. تقول هذه المسألة ربي قال، يقول لك ربي قال هكذا نطبق. جهاز الاستقبال تاعو جهاز استقبال سليم. نعم. واحيانا تلقى واحد يعني سون كومونتير، يعني بدون تعليق، يحاول يفر وكذا مش عارف ايه الى اخره. وهذه ذكرنا ملاحظات كثيره وسنعود اليها في يوم من الايام ان شاء الله تعالى. اذا لابد من صحة جهاز رجل الصلح يصبر في جلسات الصلح. نعم، الصبر الجميل والنفس الطويل. نعود إلى مريم إذا كان في مكالمة قاطعين. لا ما فيش مكالمة دكتور. مريم إذا يا أختي الفاضلة بينا بأن المنحة هذه منحة نتاع الوالدة نتاعكم نتاعها وحدها، وما يلزم حتى واحد يعني يدير معها الشونطاج ولا يقولها اعطي لي ولا. خوك الاكبر، هي قالت الاخ الاكبر، الاخ الاكبر استحوذ، الاخ الاكبر مادام يمه راهي عايشه معاه الوالده. نعم. ما عندوش الحق يستحوذ على هذه المنحه خاطر ماشي نتاعها، وحتى وما كانتش عايشه معاه ما عندوش ولو الحق. نعم. ولو اذا كان هي تقديرا لبعض جهوده مثلا. مساكن لها جايزه غير دكتور غير فسر هذه الامور. كاين اللي تحشم تقول لك باقي لا ولادي يسالوا. لا دكتور ما يسالوش. اسئله من هذا بارك الله فيك. نعم. نجات الله يفكرك بشهاده. بنتي جاتها درت لي بالمعنى وقيلا حبت تدي من المنحه. نعم دكتور غير وضح في لا نوضحها ان شاء الله. نعم. المنحه قولها بالدرجه فهموها كامل. لا بونسيون هذيك المنحه نتاع الزوج نتاعكم اللي مات الله يرحمه. نعم. سواء المنحه نتاع الشهداء. نعم. اللي ماتوا. ولا منحه نتاع المجاهدين. نعم. ولا المنحه اللي تاخذيها من على زوجك اللي مات كان خدام كان خدم هنا ولا خدم خارج الوطن. هذيك المنحه نتاعكم وحدكم. شرع ربي والقانون يقول هكذا. سأكمل بعد الاتصال. نعم. ناخذ اتصال. توقف الدكتور عند المنحه. ناخذ اتصال من ولايه وهران. ريم من وهران. السلام عليكم ريم. ريم من وهران. عبد الكريم مهدي سعيد. عبد الكريم من وهران. السلام عليكم أخي الكريم. عبد الكريم أين هو عبد الكريم سعيد؟ انقطعت المكالمة. طيب دكتور المنحة. طيب إذن بعد ما بينا المنحة هذه لمن؟ فهي إذن للأرملة. واضحة. نعم. رقم 2 هذوك الأولاد اللي يجريوا ويجيبوا كواغط ويحطوا عادي. هذا يعني تدي دعوة الخير. هذا واش نقول لك. نعم. إذا كان يعني كان مصروف كبير وكذا الوالدة ولا الجدة ولا بغاو يعطيو لك يعني مصروف تكاليف نتاع التنقل ما كاش حرج. نعم. إذا كنت ماكش خدام بطال وشي من هذا القبيل عادي تماما. طيب الأمر الثالث هذوك الأولاد ما عندهمش الحق يديروا ضغط على الأم نتاعهم. يقول تعطينا كذا نديروا كذا وإلا يخلوها مسكينة ضيعة. يقولها إذا كان حبيتي نكونوا معاك مكالمة أي مكالمة قطعوني بكل لأن المكالمات لها الأولوية. سنعود إلى مريم. من ولاية بجاية يتصل خلاف من بجاية. سيد خلاف السلام عليكم. خلاف. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيد خلاف من بجاية. تتصل عن طريق هاتف نقال أليس كذلك؟ قدر هذا بسيطة. تفضل. نعم تفضل خلاف. مرحبا. مساء الخير في الأول. مساء الخير الشيخ. مساء الخير عسلامة. مساء الخير. تزوجت في خلاف العالي. هكا عز ربي. كيفاش يتكسر في تمثال مسألة القضية نوتنا. قالوا ساعات بيش يبغى ما يجوج وبعد شاورني. نعم.
ميس الابن ايوا هي كاين كشوار الناس الفامي ديالنا تا وليدي الناس وقالوا لي ماليش قالوا لي علينا ويكتشف الفامي ديالنا الوغ بعد ما سمع كاينين الناس لا باش يدخلنا ولا باش لكن الناس كاين كيما حرام كنخدموا من بعد ما سمعت لاباس الناس وبغارة شغل صفر كمل شنو نعم خلاف نعم إكر اللي يخليه وشي شيء ثورة يروح ساعة غسلي فيه ويروح ينيس حتى باش يدينا خادي في الليل وبعد غارة اللي واحد خشيش الكيان ديال الشيخ حق رب العظيم الشرعي اللي قاعد نعم من بعد مسوي الدنيس أقليم قشارة المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله ان شاء الله سيد فروت شوال هذا اللي سنسل به ان شاء الله السي خلاف قبل في الاول السي خلاف شمد في كذا رايك يعني ثنيضه سالا الجهه ياكي خماكي سال سبا يغار ياك سبحانك الله يا شيخ زين صافي من بعد اسمي يصوص الاخبار لكن يحمى من بعد قالك ثورك شني تحارض يعني اقلك غير حاله هكا واضح اخويا غلاف ان شاء الله ما يكون الخير شكرا سيد خلاف من بجاية سيارة في هذه القضية فضيلة الدكتور. نعود إلى مريم دكتور حتى يرد فضيلة الدكتور على كل المسائل. تفضل. ان شاء الله. بالنسبة لمريم اذا الان نقولوا اذا هذا الاخ الاكبر ما عنده حق ياخذ هذه المنحة. نعم. ولا انتم عندكم الحق يعني تديوها تترصدون للمنحة. لا ما عندكمش الحق. نعم. إذا واش نقولوا بالنسبة للوالدة؟ نعم. نقولوا لها باللي إذا كان حبيتي تعطيه هبة تعطيه هبة للجميع. نعم. يعني للأبناء والبنات. نعم. هذا هو. إذا كنت حبيت تعطي شوية زيادة للابن اللي عايش معاه لسبب من الأسباب، ربما راه يصرف كثير، ربما أنت تشوفي تعب كثير. نعم. لا حرج ما دام راكي عايشة معاه يجوز أن يحظى بمبلغ إضافي تقديرا لجهوده وكذا وكذا. نعم. بشرط ألا يستحوذ على هذه المنحة كاملة، لا يجوز. بشرط ألا يمنع الغير، ماشي كل ما أنتم تروحوا تزوروا ولا كذا يغلق الباب كما راهم يديروا بعض الناس وكذا، لا يعني عادي تماما. نعم. وثم إذا كان هي وهبت أن تكون عادلة في هبتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن شاء الله ربي يجيب الخير يا الأخت مريم إن شاء الله. نعم. إذا جملة من القضايا عرضها السيد حسين من البليدة دكتور. نعم. نعم الأستاذ حسين جزاك الله خيرا يا أخي. لا فض فوق، يعني نطقت حكمة ونطقت صوابا باللغتين، باللغة الأمازيغية فصيحة وبالعربية فصيحة بارك الله فيك. شكيني غا خويا الحسين كيني غا كيبارك ربي إن شاء الله ديك ربي إن شاء الله كدني يخقضنا كذي جبارا وهذه ربي إن شاء الله إمناين الخير خاطر سوا شو ينهضر في جديتنا غا ما كاتنا كيبارك ربي ما إلا قوان أث الخير قواني عرضيا قواني منين الخير ذينا تقرز الدنيا تشبح الدنيا تفكر ذكرى يعني تمغليوين يقرزن سواطاس يسعى نزل نسنت ان شاء الله ثمغليه قد فكيض ثي مغليوين قد فكيض اي الروجه قد فكيض ان شاء الله يبضاك سيمذان ان شاء الله هذه اين تزرع ذي يمغي اين تزرع هذه يمغي كما تنا حسين ومد النيض ثوشولت تسيد تسميلا ثوشولت فكايه سزال يذمن الارحمكي اتي ثوشولت جهدن ودائما بدنا نقارن بمسلينا غدا قاعد يصلحوا خيرا كما حسين ثوشولت ما تجهد المجتمع ذي يجهد ما الا ثوشولت ثايا تفشل تفضى مي فون في اللوح هو هذا المجتمع ذي يفضو اكن ما الا. بارك الله فيك. في الحقيقه يعني كل الرسائل اللي قدمتها رسائل مهمه جدا مؤصله شرعا لها اصول في شريعه الله ولها جذور إلى ثجديث وثانا صليث وكي ذا يروج من حرزتنا أنت وحرز أكي بارك ربي مثنى حسين وما كاد المفروض نكون أسعد الناس. ربي عطلنا ونبي صلى الله عليه وسلم عطلنا باش نعيش هذه الدنيا في سعادة كاملة
ولكن إذا ابتعدنا عن هدي الله عز وجل، عن وحيه وعن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ستتمزق علاقاتنا ونعيش ألوانا من التيه والضياع. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. نعم دكتور، شكرا دكتور. بالنسبة لمسألة وردة أيضا مع الأخ هذا اللي تقول حوزهم وغلق الباب بالحديد، واختي الكبيرة 70 سنة ما يخليهاش تجي تشوفه دكتور. الله أكبر. يعني في كل مرة نقول لهؤلاء يعني ربي يحفظكم، والله يقول لكم بكل محبة وبكل أخوة. أنت تتأسف دكتور. والله أتأسف. أنا أتمنى أن البطولة تصنع في غير هذه الأمور. نعم. البطولة حلوة يعني. نعم. احنا كي نقرأ عن أبطالنا وعن زعمائنا سواء في تاريخنا الإسلامي المشرق أو في تاريخ شعبنا الجزائري أو شعوبنا الإسلامية عموما. نحب نسمعوا على الأبطال، نسمعوا صلاح الدين الأيوبي، نسمعوا فلان في خالد بن الوليد في الفتوحات وكذا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر الجراح، ونسمعوا بن باديس، الباشا إبراهيمي، الشيخ بيوض، الشيخ طفيش والشيخ صحنون، الشيخ عبد اللطيف السلطاني وزعماء شيء جميل جدا، وأبطالنا عمي روش وسي الحواس والبوعيد. شيء ممتاز جدا أن تصنع البطولات، ولكن في مجالها المطلوب. نعم. ولا تصنع البطولات بهذا الشكل يعني. أو في كل مرة اليوم في هذا اللقاء تكرروا شحال الأبطال اللي نعم. أختو ما تستولي على كل شيء، ولا الأخ يستولي على كل شيء كما هذا نتاع المنحة. وضرك مع ورده هذا الأخ الأكبر يدير حديد يعني سبحان الله. نعم. يدير باروداج، يدير بورت بلاند، يدير يعني الباب الحديد. علاه؟ ويمنع الآخرين من الأبناء الآخرين والبنات في ربعة من التزاور. يعني لماذا؟ وتأتي الأخت الكبرى اللي عندها 70 سنة وتمنع من الزيارة. أقول هذا، نقول ربي يهديك يا أخوي العزيز. واش نقول لك يعني؟ أرجو أن تعذرونا يعني كي نقول هذا الكلام من باب الحب، من باب التقدير، من باب الوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا الدين النصيحة. إن شاء الله لا يفضح أحد في الدنيا هذه، إن شاء الله ما يتفضح حتى واحد. ولكن قولوا لنا وللجميع فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. مين في الدنيا هذه إذا كانت نصحنا وتراجعنا، وكما قال خونا حسين قبل حين، قال لك الاستمرار في الخطأ هو اللي مش مليح. العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أفضل من التمادي في الباطل. والحق أحق أن يتبع. النداء نتاعها راه وصل، وإن شاء الله خوها يكون يسمع ويكون يتابع ويكون يشاهد، وإن شاء الله هو أيضا يبادر يعني يقابل هذا النداء بالقبول، وبذلك يجتمع شمل الأسرة إن شاء الله، وبذلك يحول الله عز وجل هذا الشقاق إلى وفاق، وهذا الخلاف إلى وئام. نسأل الله أن ييسر ذلك عاجلا لا آجلا. نعم دكتور. نرى في قضية عبد الرشيد من البوليدة دكتور، يقول فيها مسألة ميراث. نعم. مات عمي تاركا زوجة أما وثلاث بنات وثلاث أبناء، أخا شقيقا أختا شقيقة. كيف تكون مسألة الميراث بالنسبة لأفراد عائلة عبد الرشيد من البوليدة دكتور؟ تفضل. لك الفضل. في ملاحظة أختي نجاة، يعني البعض اللي كن نجاوبوا هكذا عبر المباشر، كاين اللي يفوت هذا الشريط يعني بحضور المعنيين. نعم. وحلت قضايا كثيرة والحمد لله. أقول لهؤلاء تحية طيبة، وندعو لكم في ظهر الغيب، نقول لكم يعطيكم الصحة وربي يعطيكم الخير وانت خير إن شاء الله. ربي يستركم دين الآخر، لأنه سمعوا الفريضة وطبقوها. نعم. وبعضهم يطلبوها مكتوبة، ونحن مستعدون لكتابتها. نعم. لكتابتها وإرسالها إليكم. إذا أرسلتم إلى العنوان البريد الإلكتروني أو البريد العادي نرسلها إليكم مكتوبة. نعم. الآن هذه كملاحظة فقط للجميع. عبد الرشيد من البوليدة هكذا. من البوليدة. نعم. طيب، مات العم وترك زوجة وأما وثلاث بنات وثلاث أبناء وأخا شقيقا وأختا شقيقة هكذا. نعم. أولا سجل عندك يا أخي عبد الرشيد لتبلغ من يهمهم الأمر. الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث 1/8. الأم ترث السدس 1/6 لسببين. السبب الأول لوجود الفرع الوارث،
والسبب الثاني وجود جمع من الإخوة، يعني اللي هو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. والسبب الأول اللي هو وجود البنات والأبناء مع وجود فرع وارث للمورث. والباقي باقي التركة يؤول كله إلى 3 بنات مع 3 أبناء، طبقا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معناه الشيء اللي يبقى يتقسم على هذون على حسب القاعدة هذه اللي موجودة في هذه الآية التي ذكرناها الآن. أما الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ما يديو ولا شيء، محجوبان حجب حرمان بالأبناء ماشي بالبنات ولا بواحد آخر. إذن الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة محجوبان حجب إسقاط حجب حرمان بالأبناء، لأن البنوة مقدمة على الأخوة في ترتيب الجهات، جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة، ويكون الترجيح بالجهة. فإذا اتفقت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، وإذا كانت اتفقت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. إذن هذه هي الفريضة. أصل المسألة 24 لوجود الثمن مع السدس، الزوجة ترث ثمن 24 معنى 3 من أصل 24، والأم ترث السدس من 24 معنى 4 من 24، والباقي اللي بقى هو 17. 17 هذون يؤول إلى البنات في 3 وإلى الأبناء طبقا للقاعدة المذكورة آنفة، ولكن هناك انكسار على مستوى الطبقة هذه. 17 تقبل القسمة على 9 على لأنه الأبناء ولاو 6 3 في 2 ولاو 6 بتطبيق القاعدة، زائد 3 يساوي 9 و17 تقبل القسمة على 9. هناك انكسار على مستوى طبقة الأبناء والبنات، ولا بد من تصحيح المسألة، ويكون تصحيح بضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة، ثم نضرب العدد الذي صحت به المسألة في جميع الأسهم السابقة ونستخرج الأسهم الجديدة بالنسبة للأصل الجديد. على بالي قلت هذا الكلام شوية صعيب، قلت سريعا وشرحنا، وحنا دائما نتمناو يكون عندنا طابلو هنا باش نشرحوه. إن شاء الله شو دكتور طابلو ولا كاش حاجة إلكترونية ولا باش الناس تعرف. ولكن الذي يهمني هو الزوجة عندها الثمن والأم عندها السدس والأبناء والبنات عندهم الباقي تعصيبا الشيء اللي بقى ويقسموه. هذه هي الفرض الشرعية. الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لا يرثان شيئا، لماذا؟ لحجبهما حجب إسقاط من قبل الأبناء. نعم دكتور. ربما يقول سعيد 3 دقائق خلاف من بجاية دكتور، خلاف عائلي على نعم. ما أظن. سي خلاف أخويا ذا شاكيني غايمة هذا كيني كان دينا في مشفيع صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. هو الحل في هذا الحديث. المستشار مؤتمن. انت جا هذا الابن شاورك، يعني قال لك يا خليل شاورك وانت اعطيت رايك، المفروض يحتفظ بالراي. اذا بغى يطبق رايك الله يبارك، ما بغاش يطبق رايك يدير رايه والسلام. اما انه ياخذ هذا الكلام ويديه لسليفك وكذا، شنو هذا؟ تعتبر نميمة. نعم وخلق للمشاكل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية أخرى لا يدخل الجنة نمام. اللي يدير نميمة كارثة، كارثة كبيرة. لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لك يا أخي عبد الكريم، يا أخي خلاف، لا ما كانش حيرة، ما تحتارش. انت درت واجبك بينك وبين ربي سبحانه، بينك وبين ضميرك، عندك قناعة قلتها والسلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ما كان. فبالتالي إنما هو لم يطبق قوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. أنت أعطيت رأيك حسب القناعة نتاعك، وهو المفروض ما يديرش هذا النميمة لما ذكر. اكتفي بهذا. ولكن إن شاء الله نحاول نتواصل معك خارج البرنامج. إن شاء الله ربي يريحك يا أخي، ونسأل الله لكم ولنا جميعا التوفيق والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. رسالة أو رسالتين قبل أن يتوقف البرنامج. رسالة أو رسالتين نقول صلة الرحم باب واسع، باب كبير للصلاح والخير. ما نحرموش نفوسنا من هذا الباب الواسع. نقول يا اللي بغى يستثمر في الحسنات يرعى الأرحام نتاعو. هذه رسالة. الرسالة الثانية، إذا كان الصبر مطلوب باش نصبروا على بعضنا البعض، لازم نصبروا مع الأرحام أكثر وأكثر. فالأقربون أولى بالمعروف. الرسالة الثالثة، لازم نخليو جهاز الاستقبال تاعنا ينسجم مع جهاز الإرسال،
فنعيش في رحمة الله عز وجل. نعم دكتور، بارك الله فيك دكتور. ونتمنى أن تكون كل الأجهزة سليمة دكتور لاستقبال الصلح وإصلاح ذات البين من برنامج والصلح خير. نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة هذه على المباشر، ونعدكم بحلقات أخرى نتواصل فيها في مواضيع مختلفة، ولا ننسى الأرحام بطبيعة الحال في عرض قضايا أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.